صباحك بطيخ. أنا عمار وعندي 19 سنة وساكن في محافظة البحيرة. عندي أسرة مكونة من 4 أفراد، أنا وأمي وأبويا وسيف 24 سنة ومازن اخويا الكبير 30 سنة. في يوم من الايام ماما وبابا واخواتي راحوا عند خالتي وانا كنت معاهم. المهم رحنا ورجعنا على الساعة 10 بالليل انا واهلي، لكن انا قلت لبابا ان هروح ابات عند واحد صاحبي النهارده لانه قاعد لوحده في البيت واحنا اتفقنا على كده من امبارح. ابويا قال لي تمام يا زفت، روح لصاحبك بس ترجع الصبح بدري وما تتأخرش. وفعلا خرجت علشان اروح لصاحبي، ولكن وانا ماشي في الطريق لقيت عربية بيضة ميكروباص وكان راكب في العربية 4 اشخاص، والعربية كانت داخلة الشارع بتاعنا. مش عارف بصراحة دول حكومة ولا مين، بس انا ما اهتمتش وكملت مشي. ووصلت البيت صاحبي ولعبنا بلاي ستيشن عنده واتفرجنا على افلام لحد ما نمنا. والصبح وانا مروح عديت على جدتي علشان اسلم عليها واقعد معاها شوية، وفعلا رحت وخبطت على الباب جدتي فتحت لي وسلمت عليا ودخلت المطبخ عشان تعمل لي الشاي. وهي في المطبخ خالتي اتصلت عليها وبتقول لها انا برن على هدى من الصبح ومش بترد، هو انت تعرفي عنها حاجة او كلمتيها النهاردة؟ هدى دي اللي هي امي. اللي خلاني سمعت المكالمة ان تليفون جدتي كان السماعة بتاعته بايظة، فلازم تفتح السبيكر علشان تسمع الصوت. انا لما سمعت خالتي بتقول لجدتي كده رحت قمت مفزوع وفضلت اجري لحد ما وصلت البيت وفضلت اخبط على الباب بتاعنا وما كانش حد بيفتح ولا ما حدش بيرد. فرحت بسرعة على المحل اللي جنبنا وجبت سلم طويل عشان اطلع عليه واكسر شباك الاوضة واعرف اخش. المهم كسرت الشباك ولما دخلت اتفاجئ ان امي وابويا واخواتي مرميين على الارض وكلهم مذبوحين. انا فضلت اصرخ واعيط باعلى صوت من اللي انا شفته، وكنت هتجنن من المنظر اللي قدامي. البلد اتقلبت والحكومة جات وحكيت لهم على كل حاجة حصلت من امبارح، وقلت لهم على الميكروباص الابيض وال4 اشخاص اللي كانوا فيه ودخلوا شارعنا. الحكومة بعد التحقيق قالوا ان مفيش اي حاجة اتسرقت من البيت، ولا حتى باب ولا شباك مكسور باستثناء الشباك اللي انا كسرته عشان اعرف اخش، ومفيش اي بصمة جديدة. كل البصمات اللي كانت في البيت كانت ليا والابويا والام والاخوات. وكانت الحكومة شايفة ان القضية صعبة جدا لان مفيش اي دليل. اكيد الشخص اللي عمل كده احسن واذكى منهم. الحكومة فاكرين انهم اذكياء عشان هم اللي معاهم الادوات والسلطة، والحكومة دول مش 1 ولا 2، دول عبارة عن اشخاص كتير قوي، وكمان معاهم مهارات كتيرة جدا تكشف المجرمين. لكن الحكومة مش هتكون اذكى مني. عارف ان انت دلوقتي تسأل نفسك هو انا بضحك عليه؟ وكمان الفضول واكلك وعايز تعرف مين المجرم. تعالى هقولك على سر، بس ما تقولش السر ده لحد، انا بثق فيه. انا عارف مين اللي عمل كده. ايوه انا عارف مين المجرم اللي قتل اهلي. ايوه انا عارفه والله بجد، لان هو انا. انت مش مصدق دلوقتي صح؟ لا صدقني بجد، انا اللي عملت كده. انا عارفك دلوقتي انك مستغرب وبتقول لنفسك هو ازاي في حد ممكن يقتل امه وابوه واخواته؟ انا كنت زيك كده في الاول، كنت لما بشوف حد على النت قتل ابوه ولا امه كنت بستغرب قوي. ازاي يعني وليه؟ ايه اللي يوصل الموضوع لحد القتل؟ بس ده كان زمان. دلوقتي فهمت وعرفت ليه ممكن ابني يقتل امه او ابوه او اي حد من عيلته. لكل فعل رد فعل يا صديقي، وعارف ان عندك فضول دلوقتي تعرف ايه اللي وصل الامور لحد كده. هحاول افهمك، بس انا عايزك دلوقتي تحط نفسك مكان. لو انت كل يوم تلاقي ابوك وامك بيصحوك من النوم وبيقولوا لك قوم يا كلب يا زبالة، ولو في مرة بس فكرت انك ترجع تنام 5 دقايق تلاقي خرطوم الحمام بيلسوع على جسمك. لما يطلبوا منك حاجة يقولوا لك روح يهبل، تعالى يا حيوان. انا عمري ما سمعت امي ولا ابويا بينادوني باسم، واخواتي اللي يروحوا يعملوا المصيبة ويقولوا لابويا ان عمار هو اللي عملها، ومهما احلف له
ما كانش بيصدقني وبيصدقهم هم، وكنت بتربط في الكرسي واتضرب بالحزام والشبشب على حاجة انا ما عملتهاش، وامي كانت بتكون واقفة وبتتفرج وبتستمتع بضربي عادي ومفيش مرة دفعت عني. وعلى اقل غلط كنت بعمله ابويا كان بيحبسني فوق السطح، ومن شدة البرد انا كنت بكون واقف وبتنفض وبموت وبصرخ باعلى صوتي ومفيش ولا حد كان بيسمعني. ده انا مره اخواتي كانوا بيلعبوا بالكوره جوه الشقه وهم بيجروا وقعوا التلفزيون على الارض واتكسر، وكالعاده لبسوها فيا. وامي اللي كانت شايفه بعينيها اني ما كنتش بلعب معاهم لما جه ابويا شهدت مع اخواتي ضدي. في اللحظه دي ابويا بدون تردد شالني ورماني من البلكونه، ووقعت على دماغي واتفتحت وقعدت 20 يوم في المستشفى فاقد الوعي. ولما ابويا جه ياخدني اول جمله قالها لي: يا ريتك كنت مت وخلصت منك. ورجعت البيت تاني وانا عايش في نفس الجحيم. انا ما كرهتش حد في حياتي قدهم، ما كنتش عايز اي حاجة من الدنيا غير ان اتخلص منهم. في المحاولة الاولى جبت سم فران وحطيته لهم في الاكل عشان يموتوا، لكن للأسف فلتوا منها المرة دي ويدوب جالهم تلبك معوي وخفوا منه. لكن في المرة التانية فكرت وخططت كويس قوي علشان اقتلهم واحد واحد. في اليوم ده امي قالت لي روح سن السكاكين دي عند الحداد، ومن هنا جاتني الفكرة. رحت سنيت السكاكين وانا راجع وقفت من بعيد علشان اتفرج على بتاع الفراخ وهو الفرخة بكل سهولة، فقلت اني هعمل فيهم كده النهاردة. دخلت البيت وخبيت سكينة من السكاكين تحت الكنبة اللي في الصالة. بعد كده رحنا عند خالتي ورجعنا على البيت الساعة 10 بالليل. ولما رجعنا قلت لابويا اني هروح ابات عند واحد صاحبي، وفعلا رحت قعدت معاه لحد ما جات الساعة 2 بالليل، وقلت له اني لازم اروح دلوقتي علشان اتأخر. فتحت الباب بالمفتاح اللي كان معايا ودخلت وكان كلهم نايمين. بشويش طلعت السكينة اللي تحت الكنبة ورحت مستخبي تحتها، وفضلت مستني لحد ما امي صحيت علشان تصلي الفجر. ويا دوب هي قالت الله اكبر رحت جريت عليها ودخلت السكينه في ظهرها. امي لما صوتت ابويا سمع الصوت فجري على الصالة وشافني انا وبدخل السكينة في ظهر امي كذا مرة. من الصدمة اللي كان فيها وقف وما كانش قادر يتحرك، رحت جاري عليه بسرعة ودخلت السكينة بطني. لقيت مازن خارج من الأوضة ويدوب قرب مني عشان يشوف ايه اللي حصل. رحت دخلت في وشه. انا حرفيا كنت بفنن في قتلهم. الناحية التانية يدوب سيف بيطلع، رحت مخبي السكينة ورا ظهري. ولما قرب من امي وابويا واخويا اللي مرميين على الارض رحت هاجم عليه وفضلت اطعن فيهم كلهم. وبعدها جريت بسرعه وقفلت الباب وسبت المفتاح من جوه. فضلت اتمشى بالشوارع لساعات وكنت في منتهى الانبساط اني اخيرا اتخلصت منه. ولما جات الساعة 9 الصبح رحت عند بيت جدتي وعملت الفيلم اللي اثبت براءتي. انا مش ندمان خالص يا صديقي على اللي حصل. لو رجع بيا الزمن 1000 مرة هعمل نفس اللي عملته، لان ده اللي المفروض يحصل من زمان. وقبل ما تقول عليا اي حاجة انا عايزك تحط نفسك مكاني. كل اللي اتريقوا عليا وضربوني ودمروا نفسيتي انا دلوقتي احسن منهم. السلام عليكم، انا دكتور مصطفى رشدي، استشاري الطب النفسي والامراض العقليه. وكل اللي انتوا سمعتوه ده كان اللي مكتوب في المذكرات اللي جابها لي عمار قبل ما يموت. عمار وقع من البلكونه وهو عنده 7 سنين، والنتيجة انه اصبح مريض نفسي، وكانت حالته كل يوم بتزيد، وكان معتقد ان والده هو اللي رماه من البلكونة وان عيلته كلها بتكرهه. انا متابع حالة عمار من 6 سنين، وللأسف الحالة كانت بتتدهور اكتر واكتر يوم بعد يوم. في الفترة الاخيرة اخوات عمار كانوا بيسمعوه بيتكلم مع شخص مش موجود، وكان بيقول له انا عملت كل اللي انت عايزه مني، بس هم وحشني قوي دلوقتي، انا اعمل ايه؟ انت ليه مش بترد عليا؟ انا عملت كل حاجة انت قلتها لي. وفي نفس الوقت عمار كان بيغير صوته ويرد على نفسه ويقول انت اللي عملت كده، انا مجرد صديق مقرب بقترح عليك الافكار وفي الاخر الاختيار بيكون ليك. بس انا من رأيي ان هم دلوقتي 4 ضحايا
ولازم انت تكون الضحية الخامسة، ده الحل الوحيد. وبعد ما اخواته سمعوه هو بيقول كده باسبوع، والد عمار ووالدته جابوهولي علشان ميعاد الجلسة. ولما قعدنا مع بعض لقيت عمار بيطلع من هدومه مذكرات وبيديهاني، والمذكرات دي كان مكتوب فيها الكلام اللي انا حكيته لكم على لسانه من شوية. وبعد ما روح البيت عمار قتل نفسه. فياريت كلكم دلوقتي تدعوا لعمار بالرحمة. وبكده نكون وصلنا لنهاية القصة. لو عجبتك ما تنساش تنزل تحط لايك، والأهم من كده تقول لي رأيك تحت في الكومنتات، وبالمرة اشترك لو انت جديد علشان يوصلك القصص الجديدة اللي جاية. وصباحك بطيخ.